سمعتوا قبل كده عن ام بتدعي على ابنها ان سمعته تسوء اخر ايام، او انهم هم يهدوا له المكان اللي هو بيتعبد فيه او الكلام ده كله؟ بصراحه يعني انا ما سمعتش قبل كده، واول مره اسمع القصه الغريبه دي. القصه بدات من امتى؟ القصه بدات لما كان في واحد اسمه جريج العابد. تمام. كان عامل صومعه كبيره وبيتعبد فيها، بيصلي فيها كل الصلوات. وكان بيقول ان هو مش عايز حاجه من الدنيا غير سجاده صلاه يصلي عليها في مكان منعزل بعيد عن الناس. وفي يوم من الايام امه ندهت عليه وهو بيصلي صلاه النافله اللي هي صلاه التطوع مش الفرض. تمام، عشان بس نبقى متفقين عن الحته دي. فهنا كانت الحيره، هل يكمل صلاه ولا يرد على امه؟ تيجي تقول لي هو بيصلي ربنا سبحانه وتعالى، اجي اقول لك طاعه الوالدين وطاعه الله. وهنا بقى النقطه الاساسيه ان هو كان بيصلي صلاه النافله. طيب، المشكله بقى ان هو الحاجه دي ما حصلتش مره ولا اتنين، الحاجه دي حصلت 3 مرات، 3 مرات متتاليات. كل ما امه ترد تنده عليه ما يردش، يكمل صلاه وما يردش. فلما امه في المره الثالثه ندهت عليه وما ردش، فزعلت وغضبت غضب شديد جدا جدا. فدعت عليه بدعوه غريبه جدا جدا. الدعوه دي اول مره اسمع عنها في حياتي. الدعوه كانت بتقول ايه؟ اللهم لا تمته قبل ان ينظر الى المومسات. يعني لما اخذ الشمال يعني. طيب ينظر الى المومسات ازاي او الكلام ده كله؟ يساء اليه في سمعته قبل ان يموت. فتيجي بقى للمصيبه الكبرى قبل ما يموت وتحصل المصيبه ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء الام. حصل ان في واحده اتهمته بالزنا والعياذ بالله، وان الطفل اللي معاها ده طفله هو. اتهمته. طيب، اهل القريه كلهم عملوا ايه بقى لما شافوا حاجه زي كده؟ اجتمعوا كلهم عليه وهدوا له الصومعه بتاعته وشردوه وضربوه، وزي ما بنقول احنا كده بالبلدي مسحوا بيه الارض. طيب يعمل ايه بقى؟ زي ما ربنا بيقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام ببساطه وكز الطفل ده وكزه بسيطه وقال له من ابوه؟ فكان الرد غريب جدا جدا، ان الطفل ده رد عليه وقال له ابويا ده هو الراعي فلان الفلاني. وهنا الناس اتصدموا واستغربوا ازاي ده حصل وايه المعجزه والكلام ده كله. فلما سمعوا الكلام ده قالوا له آم، يعني زي ما احنا بنقول تحت امرك امورنا والكلام ده كله، نعمل لك ايه؟ ده احنا نبني لك قصر، ده احنا نعمل ونعمل ونعمل. قال لهم اعيدوا لي صومعتي كما كانت فقط، يعني مش عايزها بالخرسانه ومش عايزها بالمسلح ومش عايزها 3 ادوار ولا 5 ادوار، عايزها زي ما كانت بالطوب الني العجين بالطين زي ما هو. وهنا بقى القصه المستفاده او المستنبط من الموضوع ان احنا علينا طاعه الوالدين واجبه ايا يكن. دي حاجه. الحاجه التانيه، لو ان هو يعني كان رد على والدته ما كانش حصل ده كله، ما كانش حصل الكلام ده كله. تاني حاجه، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تالت حاجه بس اللي بيقول لك ايه؟ امشي عادل يحتار عدوك فيه. اخر حاجه، خلاص خلصنا. اعملوا اشتراك في القناه وقولوا لنا ايه اللي عجبكم. ولو في اي اعتراض او اي يعني لو حابين تضيفوا لنا حاجه او حابين تكتبوا رايكم في الكومنتات او تشتركوا في القناه او تعملوا لايك، براحتكم. آه، ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك في القناه. تمام، سلام.